ارون بوينزا نادي الزمالك تقريبا دلوقتي بيرفع عليه قضيه لان الصفقه بنسبه 99% باظت. النهارده خلاص 11، بكره 12، نهايه القيد بكره، واللاعب ما جاش لغايه دلوقتي. وكويس ان هو ما جاش. هتقول لي ليه كويس؟ انت كنت عمال تقول عليه كويس ولعيب وما اعرفش ايه وايه وايه وعمالين نمدح فيه، وده هو ده حقه فعلا. بس هو فعلا احنا كنا بنسمع اللي مشاكله كتير وحواراته كتير، بس بقى هو جاي الزمالك فمش قادر تبص للحته دي. انت بتشوف حته الكوره، مع ان الحته اللي بره اهم من الحته اللي جوه. احنا عندنا في اوضه اللبس هي مش محتاجه نوش، هي مش محتاجه حوارات، فاهم يعني؟ هو بتاع حواراته، واول حواراته باينه الفتره دي، ما بيردش عليهم. كل فين وفين يتكلم حد في مجلس، انا جاي، لا انا مش جاي، الطياره، الطيران، التذاكر، انا حصل لي ايه، وكيل اعماله ما اعرفش شاف له ايه بره، لا حد بعت له، حد جابه، حد قال له قصص. ف احنا مش ناقصين نوش. لعيب كبير ولعيب حلو، بس مش هتقف عليه، عمرها ما بتقف على لاعب، وخصوصا اللي هو ما لعبش اصلا ولا شفناه. يعني حتى هو ما جاش الزمالك ولا شفناه، فمش ممكن يكون من نصيبنا الكويس اللي هو ما يجيش، لان فعلا الفرقه مش ناقصه حد يخش يلعب في دماغ لعيبه هي اصلا ملعوب في دماغها اصلا يعني. فبنسبه 99% الصفقه دي باظت، وقدر الله ما شاء فعل. انا مش زعلان خالص، خصوصا ان الزمالك بيخلص في لعيب اسمه كونرالد، اسمه صعب كده، من بولندا، بيلعب في فريق احد السعودي، جاي اعاره سنه. هو بس يعني انا ما اعرفش هو جوميز هيلاعبه فين، لان هو الراجل ده بيلعب مكان زيزو، بيلعب على الخط وسريع جدا جدا. فجوميز هيوظفه فين في الملعب الله اعلم، ده بقى اللي هنشوفه في الموسم الجديد. وده تقريبا هيبقى اخر لعيب الزمالك هيجيبه، غير لو في مفاجاه حصلت في الساعات اللي احنا بنتكلم فيها دي، لان خلاص زي ما بقول لك القيد الافريقي هيتقفل بكره. لو انت هتبقى محتاج تلعب حد معاك في السوبر الافريقي، غير كده هيبقى بقى لو للدوري او كده معاك لسه شويه، مش كتير تقريبا لحد اخر الشهر. فاتمنى التوفيق لكل اللعيبه اللي هتبقى موجوده لابسه تيشيرت الزمالك. اتمنى نشوف موسم قوي ان شاء الله، وان شاء الله يبقى في فيديو نتكلم فيه بقى على التشكيله اللي هتتلعب ماتش الشرطه الكيني ده ان شاء الله يوم السبت الجاي، لان فيها مفاجات. لان في لعيبه الناس فاكره اللي هي اتأيدت وهتلعب، وهي اللعيبه دي لسه لا اتأيدت ومش هتلعب الماتش دوت، زي محمد حمدي وزي محمود بنتاج اسمها ايه، البطاقه الدوليه اتاخرت فما لحقناش نأيده، فطبعا الدور ده هيفوته هو ومحمد حمدي. وان شاء الله يبقى موجودين من الدور اللي بعده، هو واي حد تاني هيبقى موجود الزمالك هيجيبه الفتره دي. لكن الزمالك بيسعى اليومين دول لحد بكره عشان الناس دي تبقى موجوده في ماتش السوبر. لو اول مره تشوفنا متنساش تعملي فولو، وقول لي رايك في القصص اللي احنا حكيناها دي، ومتنساش تعمل شير للفيديو، واحلى مسا عليكم.